السلام عليكم محبتي المشاهدين الكرام، واسعد الله اوقاتكم اينما تكونوا لبرنامجكم الاسبوعي ساهرون. مثل ما عودتكم قسم العلاقات والاعلام في قياده شرطه محافظه دياله نتجول بكل الاقسام والمديريات والافواج التابعه لقياده شرطه محافظه دياله. اليوم المفرزه المشتركه في محافظه دياله، كذلك الامن السياحي وقسم الاحداث والمحليه والنجده وكل الاجهزه الامنيه متواجده وحسب تعليمات السيد معالي وزير الداخليه المحترم والسيد وكيل الوزاره لشؤون الشرطه المحترم وتوجيه واشراف مباشر من لدى قائد شرطه المحافظه بفرض القانون والملاحقه كذلك الخارجين عن القانون من اصحاب التسول. يعني تعرفون انتم هذه الظاهره ليس باخلاقيه ولا بحضاريه. خلينا نشوف احنا السيد العميد معاون قسم شرطه البلده. حياك الله سياده العزيز. حياك الله اخوي. يعني حدين اليوم على هذه المفرزه المشتركه. بسم الله الرحمن الرحيم، بالتوجيه من السيد معالي وزير الداخليه المحترم والسيد الوكيل الاقدم لشؤون الشرطه والسيد قائد شرطه دياله المحترم، تم تشكيل مفرزه مشتركه من قسم شرطه بعقوبه وشرطه الاحداث والامن السياحي وايضا المخدرات وكذلك النجده والدوريات والافواج الطوارئ للتفتيش لفرض القانون في المحافظه. اليوم دخلنا بهاي الفندق نفتش بيه اكو عوائل ساكنه هنا بدون ترخيص وايضا ما تحمل هويات، وايضا حالات التسول اللي تنتشر بالمحافظه، يعني اطفال ما تعدلهم ويجيبوهم يتسولون بهم. فتم تشكيل هذا الفريق للحد من هذه الظاهره وفرض القانون في المحافظه. يعني حبيت المشاهدين الكرام طبعا يعني حتى متواجده حاليا هويات ما عادت الاشخاص، يعني هم قاعد يشاهدون هاي الغرفه خاصه ب نحكي بالعاميه بالمقاول نقول الموجوده هنا. طبعا هاي شنو القائمه؟ هاي القائمه كذلك يعني نعطيهم كل شخص يجي يسلم مبلغ هالقد له، يعني كل متسول يعطيه هذا المبلغ يسجل، يعني يعتبر هو هنا المقاول مالتهم المسؤول عليهم. يعني حتى هذه الهويه، يعني الهويه باسم مريم ما موجوده طبعا هنا. يعني حبيت المشاهدين الكرام نقل لكم الصوره بامانه مثل ما قاعد تشاهدون. نقلكم الصورة بأمانة لحد هذه اللحظة. أبطال مديرية المخدرات والمعطيات العقلية كذلك الأمن السياحي متواجد، كذلك المحلي الطوارئ الجرائم، كل الأجهزة الأمنية اليوم متواجدة في هذا الواجب، بحث عن الخارجين عن القانون، بحث عن يعني مثل ما قاعد تشاهدون حضرتك المشاهدين الكرام. يعني المصرف ما عنده هيك إمكانية وهذا الشيء. خلينا نحكي بصراحة هنا كذلك يعني نرجع ونقول لكم نفس الارقام، يعني كل متسول يجيب له قواطع فقيرة والله تعالي هذا كلينز اشتري يعني بس كلينز اشتري يعني احد هسه من طبوا عليكم القوة، احد ضايقكم؟ شنو؟ احد ضايقكم؟ لا بس كلينز يعني مجرد يعني اجراء، يعني اكو نصهم ما عندهم هويات، اكو نصهم عندهم هويات. تمام؟ اكو كلنا موجود زواج تمام. يعني اذا يعني هسه القوات الامنيه هسه من دخلت عليكم يعني ضربوا الباب مالتكم؟ ضربوا الباب مالتكم؟ لا ما بس مجرد يعني اجراء على راسنا ما يخالف. عندكم حق اخويا والله، انتم الحكومه على راسنا وعلى عيننا ما يخالف اخواني، احنا ممنون لكم. عندكم يعني بصراحه ما حد ما لا والله انتم اخوان. يعني احكيها بصراحه، يعني القوى الامنيه من دخلت ضربوا البيبان عليكم حال؟ لا بس مجرد يطلبوا هويات؟ اكو هويات ويجي الشغل كله بس هذا.
إذن حبيبتي المشاهدين الكرام، طبعا انتهى جولتنا هذا اليوم. طبعا لاحظتوا كل الإجراءات المتعامل بها كل المفارز المشتركة اليوم الذي حضرت في هذا الواجب بحث عن الخارجين عن القانون. اليوم السيد المعاون حاضر هذه اللحظة في مركز شرطة الشرقي. حياك الله سيدي العزيز. أهلا وسهلا، أشكرك. شرعت قيادة الشرطة ديالى مفارز مشتركة لهذا اليوم من مديرية شرطة بعقوبة، وأيضا الأمن السياحي، مديرية الاستخبارات ديالى، وأيضا شرطة الأحداث، لغرض الحد من حالة ظاهرة التسول في مدينة بعقوبة، والقبض على الشبكات اللي تدير هذه العملية، عملية التسول. وأنتم تعرفون هذه الظاهرة هي ظاهرة خطيرة تهدد أمن المجتمع وتهدد الأمن والسلم، وتؤدي إلى جرائم من قبل هذه المجاميع، جرائم مثل الاتجار بالبشر، التسول، أيضا مكافحة المخدرات وجرائم أخرى. فتوجيهات وزارة الداخلية وأيضا السيد قائد شرطة محافظة ديالى بالحد من هذه الظاهرة والقبض على مرتكبيها.